اهلا ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد بعنوان انا ليه كل ما باجي ابدا حاجه مش بكملها للاخر. فلو انتم مهتمين تطوروا حياتكم كملوا الفيديو للاخر. تنويه هام، انا اليوتيوب عندي جايب لي ان 80% من اللي بيشوفوا الفيديوهات مش عاملين سبسكرايب، فبعد اذنكم لو انتم بتشوفوا الفيديو مش عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نبتدي. اول خطوه بتخلينا ما نكملش في الحاجات اللي احنا بنعملها وهي ان احنا قلبنا بيجمع ما بين هدفنا وعكسه. بمعنى انا مثلا هدفي ان انا كل يوم احفظ صفحتين من القرآن. دلوقتي انا إيه اللي بعمله بقى؟ بحفظ صفحتين فعلا، لكن طول الوقت مقضيه اليوم ان انا بسمع اغاني. قلبك ما ينفعش يجتمع فيها الحاجة وعكسها. ما ينفعش ان انا اكون بعمل حاجة لحلمي وبنفس الوقت بعمل حاجة تانية لهواية. يعني كده كده الانسان هيتبع الهوى لان احنا ضعفاء. فطول ما انا شخص عمال بعمل كل حاجه وعكسها، خصوصا لو الحاجه دي عكس حلمي، فدي حاجه هتبطئ مسعايا لحلمي. فحاولوا على قد ما تقدروا لو انتوا بتعملوا حاجه عكس حلمكم تقللوها او تمنعوها خالص. تاني حاجه وهي حاجه كتير مننا ما بنقدرش يعملها، وهي ان احنا ما بنقدرش نستغنى عن الحاجات اللي بتشتتنا. بمعنى يا جماعه لازم يكون عندنا مسؤوليه تجاه حلمنا. كتير مننا بيبقى عايز يعمل كل حاجة، ودي حاجة ما بتحصلش. يعني حاول على قد ما تقدر ان انت تكون عندك عقلية ان انا هدفع تمن كل حاجة. زي انا مثلا عايزة ادرس، فهدفع تمن ان انا هسيب الموبايل، هدفع تمن ان انا اتخلى عن خروجة حلوة. مفيش حاجة بتيجي من غير مقابل. فحلمك يستاهل ان انت تضحي بكل اللي انت هيشتتك في مقابل انك تحصل عليه في الاخر. فحاولوا تبعدوا عن كل المشتتات، يكون عندكم عقلية المسؤولية ان انتوا تسيبوا كل حاجة ممتعة في مقابل ان انتوا تقعدوا تدرسوا او تقعدوا تشتغلوا، لان الحاجات دي اللي هتنجحنا في الاخر، مش قعدة صحاب ولا خروجة حلوة ولا مسكة موبايل. تالت حاجة وكتير مننا بينساها ان احنا نفتكر احنا بدأنا ليه. ليه انا بدأت ان انا اعمل فيديوهات؟ افتكر ايه حلمي من الكلام ده؟ شيرين كانت بادئه فيديوهات عشان عايز توصل لمليون سبسكرايبر، لان ده حلمها وان هي في اعدادي، لان هي بتلاقي سعادتها وهي قاعده بتصور وبتمنتج. فخلينا كلنا قاعدين يا جماعه تخيلوا نفسكم في وسط حلمكم، تخيلوا ان انتوا واصلين لاقصى مراحل حلمكم، وتخيلوا هتعملوا ايه ساعتها. ان كتر التخيل بيخلينا ان احنا مستعجلين ان احنا نحقق اهدافنا، فبيخلينا ما نكسلش من كتر الاستعجال. فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تسالوا نفسكم انا بدات ليه، ايه اللي خلاني ابدا، وانا اصلا ليه بحلم الحلم ده. لان كتير مننا ممكن يكون بينسى، عادي انا بدات في حاجه بس نسيت انا كنت بادئ ليه، فانا مكمل عشان انا بدات وخلاص. لكن حاول قد ما تقدر تفتكر انت بدات ليه. الحاجه الرابعه وهي سبب مهم جدا تخلينا ان احنا ما نكملش في اللي احنا بنعمله او اللي احنا بدأناه، ان احنا بنستعجل النتائج. بنستعجل ان احنا من اول يوم مذاكرة عايزين نقفل الامتحان، من اول يوم شغل عايزين نبقى احسن موظف، من اول فيديو عايزين نجيب مليون مشاهد. ما ينفعش. حاول تقلل سقف توقعاتك في حلمك، ما تضغطش نفسك ان انت لازم النتيجة بتاعة البذرة اللي انت زرعتها النهاردة تطلع لك وردة او شجرة كبيرة جدا بعدها بيوم. لازم نهدى على حلمنا ونمشي بالراحة، لان استعجال النتائج هيخلينا نحبط، فلما نحبط مش هنكمل. فده سبب اساسي بيخلينا ان احنا ما نكملش في اي حاجة احنا عايزينها. الحاجة الخامسة وهي المثالية. بمعنى كتير مننا بيستنى الظروف المثالية عشان يبدأ حلمه. انا مثلا ساعات كنت بستنى ان انا يكون عندي احلى سيت اب عشان ابدا اصور، ودي حاجه مش صح. لان عمر ما هيبقى في احلى سيت اب، لان دايما الحاجه الكويسه في احلى منها. وكتير مننا بيبقى عايز يذاكر ومش بيبدا يذاكر غير وقت الفجر عشان ظنا منه ان ده احسن وقت للمذاكره. يا جماعه حاولوا تبداوا باللي موجود، الموجود كفايه. ذاكر في الوقت اللي انت شايفه مناسب ليك انك تذاكر، وما تجبرش نفسك انك تذاكر وقت الفجر مثلا وانت شخص مسائي عشان هما بيقولوا ان ده احسن وقت. ما نمشيش ورا المثاليه في اي حاجه ونقول لما تبقى الظروف عندنا بيرفكت انا هبدا، لان عمر الظروف ما هتكون بيرفكت. فابداوا بالظروف اللي انتوا فيها دلوقتي وان شاء الله كلنا هنوصل للي احنا عايزينه. الحاجه السادسه وهي ان انت تسامح نفسك لو قصرت. بمعنى كتير مننا بيجلد نفسه لو هو قصر في الحاجات اللي هو كان عايز يعملها. يعني انا مثلا عايزه انزل الشغل كل يوم الساعه 9 الصبح، جيت في يوم صحيت متاخر ورحت الساعه 10. ارحم نفسي، مش هقعد اجلدها واقول انا عملت عكس اللي انا كنت عايزاه ومحققتش اللي انا كان نفسي فيه. لا، ارحم نفسي، لان في مقوله انا بؤمن بيها وهي ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل. يعني ان انت وصلت حتى لو متاخر احسن انك ما وصلتش خالص. فارحم نفسك لو انت قصرت في اي حاجه انت كنت متوقع انك تعملها،
وما عملتهاش على اكمل وجه زي ما كان نفسك. الحاجه السابعه وهي اعرف ايه مخاوفي. بمعنى كتير مننا بيبقى بدأ في حلم او بدأ في حاجه هو عايز يعملها، لكن هو خايف ان هو يكمل، خايف من الخطوه الجايه. فلازم اقعد مع نفسي وماسك ورقه وقلم واكتب ايه اللي بيخوفني. انا مثلا ما بداتش يوتيوب من زمان ليه؟ هل انا خايفه من التعليقات السلبيه؟ هل انا خايفه ان انا ابدا وما انجحش؟ هل انا خايفه من المشاهدات القليله؟ فانا لازم اقعد مع نفسي واسال نفسي الاسئله دي والاقي اجابه. انا كنت فعلا كده، كنت كل شويه باجل ان انا اعمل فيديوز بحجه ان انا مكسله، بس اكتشفت لا، انا عندي مخاوف وما رضيتش عليها، ومنهم كان ان انا خايفه ان انا يبقى المشاهدات عندي قليله مقابل التعب اللي بتعبه في الفيديوهات، خصوصا المحتوى اللي بيكون تعليمي بياخد وقت كبير جدا في التحضير. بس قلت لنفسي ان انا قصرت في حد واحد بس ده كفايه بالنسبه لي، لان انا اقصى احلامي ان انا اوصل ان انا اسيب اثر كويس في حياه الناس اللي حواليا. فقلت خلاص يا شيرين ابدأي، حتى لو اللي هيشوفك 100 شخص كفايه ان انا قصرت في 100 شخص بالايجاب. فانت لازم تقعد مع نفسك نفس القعده وتقول انا ايه اللي مخوفني وايه اللي مش عايزه ابدا بسبب، ورد على كل سؤال بيجي في دماغك، لان كل سؤال هترد عليه هيقربك اكتر لحلمك، زي ما انا عملت وبدات اهو اعمل فيديوهات تاني. فانت حاولوا على قد ما تقدروا تقعدوا مع نفسكم تفكروا ايه الاسباب اللي بتخليكم متعطلين وخايفين انكم تبداوا. الحاجة التامنة وهو لازم يكون عندنا رؤية واضحة لحلمنا. بمعنى لازم اكون متخيلة اخر نقطة في حلمي، اكتر حاجة انا عايزة اوصل لها. ليه بقى؟ لان كتير مننا بعد ما بيكون بدأ وبيوصل للنص ما بيبقاش عارف ايه اللي انا هعمله بعد كده، ايه اصلا حلمي بعد الخطوة دي. انا حققت جزء من اللي انا كنت عايزة اعمله، بس المفروض ان انا وقفت في النص، اكمل فين؟ اعمل ايه؟ فحاول يكون عندك رؤية واضحة لاخر حدود حلمك. الحاجة التاسعة وهي أهم حاجة وهي الاستمرار. يعني لو أنا ما طبقتش كل النقط اللي فاتت دي بس طبقت الاستمرار، ده هيوصلني الحلم. لأن طول ما أنا مستمر ان أنا أعمل الحاجات اللي أنا كاتب ان أنا هعملها، ده أكتر حاجة هتقربني لهدفي. حتى لو هنعمل جزء بسيط من اللي احنا كاتبينه، حاجة قليلة أحسن من إننا ما نعملش أي حاجة خالص. عاشر حاجة والأخيرة وهي إن احنا كتير مننا ما بيتحركش غير لما يكون متحمس. يعني كتير مننا في وقت حماس بيقعد يكتب انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وفعلا تاني يوم بيصحى متحمس ومتشجع ويعمل اللي هو عايزه. لكن اول ما الحماس يبتدي يقل واول ما يحس ان هو بقى ماشي في الرتم الطبيعي، يبدأ يبطل يعمل ده كله. فلازم يكون عندنا المسؤولية اللي تخلينا نكون عارفين ان احنا مش طول الوقت هنكون متحمسين ومش طول الوقت هنكون متشجعين. وحتى لو احنا اكتشفنا ان احنا من النوع اللي ما بيشتغلش غير وهو متحمس، انا عندي حل يربطنا في نقطة قبل كده، وهي ان انتوا تفتكروا انتوا بدأتوا ليه. لان انتوا لو افتكرتوا انتوا بدأتوا ليه تفضلوا طول الوقت متشجعين ومتحمسين. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا ومقولة النهاردة وهي وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، وباي باي.